صباح الفل يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. عارفه ان انا مختفيه عنكم بقالي كام يوم، بس كنت بحضر لكم الفيديو جامد جدا. كتير منكم في الكومنتات طلبوا مني ان انا اعمل لهم جوله كامله في شقتي بعد الفيديو اللي انا نزلته بتاع روتين بتاع فرش الريسبشن وفرش اوضه النوم. عجبكم قوي الفيديو ده، فكتير منكم كان حابب اللي هو يشوف الشقه كامله. فالنهاردة الفيديو بتاعنا يا جماعة هيبقى عبارة عن جولة في شقتي بعد الفرش. لأي عروسة بقى مقبلة على جواز، لأي ست بيت مثلا عايزة تاخد فكرة معينة، حابة مثلا تنسق ألوان مع بعض بطريقة معينة. في الفيديو ده هوريكم تفاصيل كتير قوي حلوة بالنسبة للديكور بقى والألوان والفرش والسجاجيد والستاير. كل حاجة في الفيديو ده يا جماعة هوصفها لكم. زي ما انتم شايفين كده انا بدأت في الريسبشن هنا. كانت دخلة الريسبشن عندي الجزء ده يا حبايبي، كنت حاطة الجزامة عشان طبعا قريبة من باب الشقة. وهنا كان حمام الضيوف. صراحة احنا مش بنستخدمه خالص، يعني من ساعة ما اتجوزت، وحتى الضيوف اللي جم عندي ما كانوش بيستخدموه. كنا بنستخدم الحمام الرئيسي. هنا بقى باقي الريسبشن. او الريسبشن عندي 3 قطع. اول الجزء اللي هو بتاع الجزامة وحمام الضيوف، والجزء التاني الريسبشن قطعتين. الجزء الاولاني كنت حاطة فيه الانتريه، والجزء اللي ورا كنت عاملاه للبوفيه والسفرة. هنا بقى كنت بوريكم الشاشة والتي في يونت والمروحة والستاير. صراحة أنا حابة قوي ألوان الستاير مع ألوان الأنتريه مع السجادة مع اللون الجولد دوت، مدي كده ميكس حلو قوي، وكلها ألوان مريحة للعين وهادية للأعصاب. أنا بحب الألوان صراحة الفاتحة، بس انا بقى هنا يعني ما حبيتش ان انا احط فاتح في كله، حبيت ان أنا اكسر اللون بلون الهافان، برضو مديله كده تاتش حلو. هنا بقى الجزء التاني من الريسبشن كنت حاطه فيه طبعا البوفيه والسفره، والجزء التاني برضو فيه ستاير نفس الجزء الاولاني، مع بقى فازة كده شيك واخدة برضو من نفس الألوان بتاعة الشقة كلها، درجات الهافان ودرجات البيج مع الأبيض طبعا. ألوان كلها تحفة زي ما قلت لكم، مريحة للعين. والجولد كده برضو مديله تاتش حلو. الستاير بتاعتي يا جماعة الويفي اللي تحت دي ويفي، مع طبعا القطيفة اللي فوق. هنا طبعا النيش أنا اللي رصاه. صراحة مفيش حد فرش لي الشقة، يعني أنا اللي فرشتها بنفسي، لأن أنا أصلا بحب الديكور وبحب إن أنا أرص الحاجة. أنا بحب الفرش أوي يا جماعة. اللي حابب برضو يعرف رصة النيش دي ازاي يكتبلي في الكومنتات، وأنا هعمل لكم فيديو خاص بفرش النيش وفرش الدولاب بتاع العروسة. اللي أي عروسة بقى داخلة على جواز هعملها لكم. هنا السفرة عندي 6 كراسي والبوفيه. صراحة برضو الجزء ده مش بستخدمه كتير يعني في الشقة، غير مثلا لو ضيوف جت او حاجة ونقعد بقى كلنا ايه نتغدى على السفرة. هنا بقى باقي النيش بتاع البوفيه. حاطة فيه طقم الفطار، طقم العشاء والكاسات. وهنا الجزء دوت الجزء بتاع المطبخ. صراحة أنا كنت عايزة أعمله أمريكاني، بس يعني لسه يعني بفكر في الموضوع. انتوا رأيكم ايه؟ يعني أعمله أمريكاني يفتحه على الريسبشن، ولا هو كده مقفول حلو؟ هنا كنت بوريكم بقى الريسبشن من زاوية تانية اهو. هنا بقى كنت حاطة الكرسيين كده في زاوية لوحدهم، وهنا الجزامة زي ما قلت لكم هي قريبة ما بين الشقة علشان تنجز معانا يعني وكده. وبس. وهنا بقى الطارة دي كنت جايباها يوم فرحي، شكلها حلو قوي. بس كده الريسبشن يا حبايبي يكون خلص، وهنا بقى بدأنا في أوضة الأطفال. ايه رأيكم في الألوان يا جماعة؟ أنا بحب ألوان أوضة الأطفال قوي. درجات البيبي بلو مع درجات الأوف وايت تحفة بجد، تحفة وهادية كده ومريحة. زي ما قلت لكم أنا بحب الألوان المريحة يا جماعة بجد. في لون الملاية مع الستارة، يعني عشان الملاية فاتحة وستارة غامقة، فهما الاتنين منطقين بعض يعني.
منورين بعض كده، تمام. مع السجاجيد برضو الميكس تحفة. وهنا البطانية انا كنت مطبقاها بطريقة معينة برضو، بتاعت فرش العروسة. اللي عايز برضو يعرف طريقة تطبيق البطانية دي يبعتلي، وانا هعمل لكم برضو فرش البطانية والمفارش والدواليب وكده. هعملها لكم بطريقة برضو حلوة قوي للعروسة وكده. هنا كنت لسه شارية برضو الفازة الصغيرة الكيوت دي، حلوة قوي برضو. ألوانها ميكس مع الأوضة، حلوة قوي ومدية كده تاتش حلو. هنا بقى كنت بوريكم الدولاب ودرجات الدولاب برضو. من درجات البيج في البيبي بلو، لاقي مع لون السرير مع الستاير مع السجاجيد. يعني أنا عاملة كده كل الألوان تبقى فعلا مريحة ومتناسقة مع بعض. ايه رأيكم؟ وهنا النجفة كنت برضو مختاراها، يعني مش كبيرة وتبقى حاجة سيمبل ورقيقة. وهنا كنت بغير لكم الإضاءة، يعني هي هنا بتتغير الإضاءة 3 ألوان في بعض، الأبيض والميكس والأصفر. هنا كنت بوريكم السجاجيد، زي ما قلت لكم واخدة من لون الستاير ولون الملاية. هنا عشان المطبخ عندي مش أكبر حاجة يعني، فكنت حاطة التلاجة في أوضة الأطفال. هنا التسريحة برضو يعني حاسة تنسيقها حلو كده، شيك ومميز قوي. هنا بقى هنخش على أوضة النوم. كنت لسه مطلعة ملاية جديدة. أنا هنا عندي أوضة النوم ألواناتها من درجات البينك في كشمير في الأوف وايت زي ما قلت لكم. فهتلاقي عندي الملايات معظمها درجات الكشمير والبنكات والاوف وايت، يعني انا بحب الدرجات دي. وبرضو مش بحب الملاية اللي بتبقى فيها الوان ومشجر، مش بحب انواع الملايات دي، يعني بحبها تكون سادة وفيها مثلا كورنيش بسيط، حاجة من على الجنب كده، بتبقى حلوة قوي برضو. بس وهنا ستاير برضو من بره قطيفة، ومن جوه القماشة اللي هي مش عارفة شيفون دي ولا ايه يعني، مش عارفة بالظبط اسمها ايه. وهنا الجزء ده كنت مخصصاه للاكسسوارز بتاعتي بقى، شنط. مثلا كنت عايزة احط فيها السبراي برضو، سبرايهات وكده في الجزء اللي هو فاضي دوت. بس وهنا برضو كنت حاطة البرفيوم والميك اب. وهنا كنت بوريكم السجاجيد قد ايه الالوان بتاعتها متناسقة مع الستاير ومع الملاية. وطبعا الدولاب هنا عندي نص ونص دريسنج، ونص الدولاب التاني مقفول عادي. ولما بشغل بقى الليد يا جماعة صراحة بيبقى تحفة. ومن تحت كده الهدوم بتبقى شكلها حلو قوي. بس هي نسيت اشغل لكم الليد بتاع الدولاب، هبقى اوريها لكم في فيديو تاني. وبس بقى انا عندي اوضه النوم صراحه كنت مخليها سيمبل قوي ورقيقه. انا عموما بحب الحاجات الرقيقه السيمبل زي ما قلت لكم. النوم اخلي الدولاب مكان التسريحه والتسريحه مكان الدولاب. اللي شايف كده احسن يكتب لي في الكومنتات برضو. وهنا برضو النجفه كنت مختارها سيمبل برضو ورقيقه وجديده. بس كده وكده خلاص. دخلنا بقى على المطبخ. بصوا يا جماعة، هو المطبخ مش كبير قوي، بس هو درجاته برضو تنسيقه حلو جدا. هنا كنت عاملة المطبخ لحد فوق خالص عشان يشيل يعني وحدات اكتر ويشيل معايا يعني حاجات اكتر. لان انا كنت جايبه حاجات كتير قوي من حلل بقى واطقم كتير قوي للتوزيع وكده، فكنت بقى مختاره النيش ده. آه، تحفه، بيشيل كتير. وكنت حاطه فيه الازاز بتاعي وطقم الاركو بايركس والبايركس. وكنت حاطه فيه برضو كوبايات وكده. صراحه حلو شيك، وبيدي كده لمسه جماليه حلوه في المطبخ. وزي ما قلت لكم بيشيل حاجات كتير قوي. لو اي عروسه بقى لازم تعمله بجد حلو قوي، وبيدي منظر جمالي في المطبخ حلو قوي. اللي في الوش ده يا جماعه كان فيه يونت من بتاعه المطبخ، بس للاسف بتاع الغاز جه ركب الغاز بعد ما انا ركبت المطبخ، فاضطريت اشيل اليونت ديت. اللي مطرحها الليد باين ده، كان فيه يونت هنا واتشالت. بس وهنا الشفاط بقى وباقي كنت فرقوا باقي الوحدات.
كنت حاطة بقى في الجزء دوّة الصفاية وطقم سكاكين. وهنا كنت باوريكم برضه المطبخ من تحت، باقي الوحدات من تحت، كانت شايلة كتير صراحة. ولمّة لي كل حاجة. وهنا كنت عاملة الcoffee corner، كان حلو برضه، وشايل برضه معايا حاجات كتير، الunit اللي فوق دوّة والunit اللي تحت. وبس. وهنا الكاتل كنت باوريكم الطقم ده كنت لسه شارياه جديد. بس. وهنا الحمام بقى، ده الحمام الماستر الكبير. دي المراية برضه حلوة أوي الLED ديّة، وكوفر الغسالة. وهنا الدُش، والوحدة دي برضه كنت عاملاها عشان كنت عايزة أشيل فيها برضه حاجات بقى الشامبوهات وحاجات برضه بتاعة الغسالة، المنظفات وكده. كنت عاملة لها unit لوحدها تحت، وقُلت لو احتجت إن أنا مثلًا حاجات زيادة أحطها في الunit اللي فوق. بس. وده بقى الحوض، وكنت هنا بافرّجكم كنت عاملة البورنوس والفوط المنظم بتاع المسحوق والمعطر بتاع الغسيل. بس. وهنا بقى سَبَت الغسيل والسَبَت اللي باخزّن فيه الغسيل. وبس كده الحمام هيكون خلص. بس كده يا حبايبي، الجولة تكون خلصت في الشقة. يا رب تكون الشقة عجبتكم، ويا رب يكون فيديو لطيف خفيف واستفدتوا منه، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.